السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم حاجه من الحاجات اللي بتديك مرونه شديده وكبيره قوي. احنا اتكلمنا عن فكره ازاي ان احنا نحرك العناصر اللي هي رو كولوم ستارت اند والشورت هاند بتاعها وكده، وان احنا ازاي نجيب العنصر نحركه بالشكل ده نحركه بالشكل ده نحركه بالشكل ده. اتكلمنا عن الموضوع ده. لكن دلوقتي ايه رايك لو قلت لك ان انت بدل ما تمسك كل عنصر وتبدا تحركه بالاسلوب ده، ان انت تدي لكل عنصر اسم. يعني وليكن ده واحد اتنين تلاته اربعه، وتقول انا عايز الواحد ده يجي كده، يجي مستطيل كده، او يملى الستة دول، او التلاتة دي تيجي كده. ايه رأيك في الموضوع ده؟ ده اللي هنتعلمه في الفيديو ده، في خاصيتين مهمين جدا. خاصيتين مهمين جدا اللي هما بكل بساطة جريد تمبلت ارياز والجريد اريا. جريد اريا فكرتها المرة دي ان انت بدل ما تديله الكول ستارت واند والكلام ده، ان انت تدي لكل ايتم تديله اسم. يعني هاجي الايتم 1 ده مثلا هديله ايتم 1، هديله اي اسم، اي اسم انا عايزه. يعني هبدأ ان انا اديلهم هنا اسامي. طيب انا كده اول حاجه سميت العناصر بتاعتي باستخدام جريد اريا، اديت لكل عنصر اسم على حسب المكان اللي هو فيه، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه. هاجي هنا في الكونتينر واستخدم حاجه اسمها جريد تمبلت ارياز. جريد تمبلت ارياز بالشكل ده. وهنا في حاجه مهمه لازم تتاخد في الحسبان. انا عندي هنا كام كولوم؟ تلاته، وعندي هنا الروز برضو تلاته. يبقى انا هاجي ارسم حاجه بالشكل ده. اجي هنا واحد اتنين تلاتة، وادي الكولومز ده بشكل افتراضي علشان افهمك الموضوع يمشي ازاي. ادي كل كولوم فيه تلاتة بالشكل ده، كل كولوم فيه تلاتة وفي الاخر سيمي كولون. شايف مكان النقط دي؟ لو جينا هنا بالشكل النهائي اللي احنا وصلنا له، هلاقي ان انا كونت شكل الشبكه بتاعتي. هلاقي ان انا هنا كونت شكل الشبكه بتاعتي. بكل بساطه مكان النقط دي هبدل الاسامي بتاعه الجريد ارياز. يعني هاجي هنا هقول له مثلا ايتم 1 بالشكل ده، واجي هنا اقول له ايتم 2 مثلا، ايتم 2 ايتم 3 ايتم 4 ايتم 5 6 7 8 وادي 9. شايف الطريقه اللي احنا وزعناهم بيها المره دي الكود شكله عامل ازاي؟ لو اديته لاي حد تقريبا هيفهمه. يعني قصدي الكود بقى مفهوم بشكل كبير قوي، مش بس ده اللي انت تقدره. لو حبيت ان انا اجيب الايتم 3 كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بس خلي بالك ان هو هنا جاي على حساب الايتم 6، فانت لازم تحط الايتم 6 في بوزيشن تاني، او تحط له يعني تيجي هنا مثلا، تيجي هنا بالشكل ده تحط له مثلا ايتم 6 بالشكل ده، وتحط هنا مثلا ممكن 6 ايتم 6 بالشكل ده. يعني تعوض البوزيشن بتاعه بالشكل ده. نمسح بس السبيس ده زي ما انتم شايفين هو جه هنا تحت. وطبعا اقدر ان انا اتعامل هنا مع الروز في ان انا اديله سبيس اكبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بغض النظر ان هو خرج بره. طيب ده ايتم 3. ايتم 1 انا ايتم 1 ممكن احركه مكان ايتم 2 ايتم 4 بالشكل ده، بقى مستطيل. في ملحوظه مهمه قوي، يا رب الفكره بس لحد دلوقتي تكون واضحه. انت مجرد بتديهم اسامي وترجع ترسم الشبكه بتاعتك بشكل افتراضي بناء على الكولومز والروز اللي انت عاملها، وتبدا ان انت تحط الحاجات بتاعتك في مكانها، تبدل الاسامي بس. وبعد كده تشوف العناصر اللي انت اللي اتشالت او كده هتعمل معاها ايه. معذره، في هنا نقطه لازم انبه ليها. ايتم 1 انا عملته مستطيل، لو جيت عملته بالشكل ده مش هيشتغل، الشبكه هتضرب. لان فكره هنا الجريد تمبلت ارياز بتشتغل على فكره المستطيلات. يعني انت تحطه، تقدر ان انت تحطه تقدر ان انت تحطه هنا بالشكل ده، تقدر ان انت تحطه بالشكل ده اللي احنا عاملينه في ايتم 3 ده، وتقدر تحطه بالشكل ده اللي احنا عاملينه في ايتم 2، تقدر تحطه بالشكل ده، تقدر تحطه بالشكل ده. لكن ما تقدرش ان انت تجيب ده وده وده. يا رب ان فكره الجريد تمبلت ارياز كانت واضحه، وان الجريد بشكل عام كان واضح وكان مفهوم. واتمنى ان هم يكونوا اتفهموا بشكل كويس. ولو في اي حاجه اكتب لي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.